السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ومستعدين تسمعوا القصه ديال اليوم. قبل ما نبداو بغيت نقول لكم شكرا بزاف، شكرا على التفاعل ديالكم وعلى التعاليق ديالكم. التعاليق بالنسبه لي واحد الحاجه مهمه بزاف، فاش كنقراهم كنت موتيفا باش نعطي كتر وكتر. داكشي علاش بغيت نقول لكم شكرا بزاف وكثروا من التعاليق. ونبداو. انا سميتي عبد الرحيم، عندي 24 عام. كنت عايش حياة عادية الحمد لله، وخا كانت عندي مشاكل، ولكن ديما ما كنخليهاش تأثر لي على النفسية ديالي، لأن من غير الرعب ديما كنقرا قصص ديال الناس اللي عندهم مشاكل أكتر وأكبر من ديالي، وما كتبقاش تبان لي المشاكل ديالي قدامهم. المهم، قصتي بدات فاش كنت كندير واحد البحث على كائنات الظلام. اجي بلاتي، قبل ما نكملوا القصة ما تنساوش ضغطوا على زر الاعجاب والاشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلوكم الفيديوهات اللي كنحط كل سيمانه. كيف ما قلت لكم، قصتي بدات فاش كنت كندير واحد البحث على كائنات الظلام، حيت بصراحه كلشي كيخاف من هاد المخلوقات. بقيت كنقلب من موقع لموقع ومن صفحه لاخرى، وما لقيت حتى شي حاجه اللي غادي تقنعني وتقنع الفضول ديالي. ومن بعد مشيت لشي كتوبه حتى هما كنلقى فيهم نفس الكلام ونفس القصص، وخا كانت الاحداث واقعيه وبلسان باحثين وعلماء في هذا العالم، حتى شهادات اطباء نفسيين اللي عاينوا حالات ناس دازوا من هاد التجارب. صافي انا عييت من داكشي، وفقدت الامل باللي راه غادي نلقى شي حاجه اللي غادي ترضيني وترضي الفضول ديالي. ما علينا، قلت ننزل نتسركل شويه ونبدل الجو ونشم شويه ديال الهواء. خرجت نشم شويه ديال الهواء برا الدار. كان الليل والظلام في الزناقي بحال الا الضو مقطوع. بقيت كنتخيل الصور تاع الجنون وتحضير ديال الشياطين اللي كنت كنشوف في الانترنت اللي كتخلع الناس. بقيت كنتمشى والتفكير ديالي سارح معاهم. ما نقولش لكم انني ما كنتش مخلوع، ولكن بحكم انني ديما كنشوف هاد الصور كانت الخلعه ناقصه شويه. وشويه سمعت الصوت ديال التليفون ديالي كيصوني، وانا نجاوب. الو عبد الرحيم، انا راه هيثم. لاباس عليك؟ فينك صاحبي؟ راه من قبيله ولا كنصوني عليك في الفيكس؟ لاباس الحمد لله، انا راه غير خارج من الدار. فينك انت دابا؟ انا راه قريب من الجرده فين كنجلسوا ديما اللي حدا الروضه النسيه، حتى انا راه قريب من تما 5 ديال الدقائق ونكون عندك. المهم تلاقيت مع هيثم وبقينا هادرين وكنجبدوا في الهضره، وحتى هو عزيز عليه في هذه المواضيع، حيت هو اصلا صحافي وتيركز على هذه المواضيع اللي كتثير الجدل بين الناس. كانت هذه هي الفرصه، وعاودت ليه كل شيء بالتفصيل الممل، وطلبت منه يعاوني ويشوف لي شي قصه تكون مرعبه من الذوق ديالو، ولكن تكون واقعيه وحقيقيه. قال لي صافي، انا غادي نشوف لك شي وحده تكون من النوع اللي كيعجبك. صافي داكشي اللي كاين. وصلت واحد الوقيته في الليل وتفارقنا، ورجعت انا للدار. فاش رجعت للدار قريت واحد القصه ديال السحر الاسود اللي ما حركات فيا والو، وكان هادشي ولا عندي عادي. والنهار الثاني اتصل بيا هيثم وقال لي انا راه لقيت لك واحد القصه، هي حقيقيه ومن نوع خاص، ماشي فيديو ولا قصه مكتوبه بحال اللي فايت كتقرا. هذا واحد السيد كنعرفو، تيقولوا بلي وقعت لي شي حاجه غريبه هاد الايام، وما بقاش كيخرج، ولا السيد غير ساد عليه في بيته وحتى واحد ما كيشوفه. اش بان لك؟ نمشيو عنده؟ انا وافقت بلا ما نتردد، ودرنا الميعاد والوقت فاش غادي نتلاقاو ونمشيو نشوفوه. كان الموعد ديالنا في اخر الاسبوع، وهو النهار اللي كيكون كلشي جالس، نهار الحد. المهم مشيت حدا السكنه ديالو ولقيتو كيتسنى فيا، وهاز واحد الورقه في يديه. تسالمنا لاباس بخير، وهو يشوف ديك الورقه. سولتو ديال اش هاد الورقه؟ قال لي هذا العنوان ديال السيد اللي غنمشيو عنده، وبدات عليه اعراض ديال الخوف والتوتر. وهو يفاجئني وقال لي يا خويا عبد الرحيم، بلاش ما نمشيو لهاد البلاصه. انا تفاجأت علاش هو كان متحمس فاش اقترح عليا الفكره ديال هاد الشخص اللي غنمشيو لعنده، وانا نشد من عنده الورقه باش نقرا العنوان. قرات العنوان مناش تخلع، وفعلا العنوان كان مرعب. كانت واحد المنطقه
سميتها ساحل برارك الموت. هاد المنطقة اللي كانت معروفة من القديم عبارة عن برارك عشوائية وقديمة كانت في النواحي ديال المدينة، واللي ما تيلقاش فين يسكن تيدير فيها براكة وكيستقر تما. هي كانت بعيدة شوية علينا، ولكن في الأواخر الناس كانوا كيسمعوا ديما صداع جاي من جهتها، ماشي صداع عادي، كان بحال الغوات ديال الناس كيتألموا من شي حاجة كتأذيهم. في الاول كانوا كيقولوا واقيلا شي ضربة عادية بحال اللي كنشوفوا بين الشباب وداكشي ديال التشرميل راكم عارفين، لكن داك الصوت ما كانش تيتوقف، ديما كيسمعوه حتى ولا كلشي كيهضر غير عليه، وما قد حتى واحد يقرب من ديك البلاصه حيت هي كتخلع غير من الشوفه. وزاد كمل عليه هذاك الصوت. المهم تجمعوا شي وحدين وخبروا الشرطه، وفعلا ملي سمعوا البوليس بالامر ديال الغوات جاو شي وحدين منهم ومشاو يشوفوا واش واقع ويحلوا المشكل. ولكن عاد ما زاد كتر الصداع والغوات تما، ولاو الناس كيسمعوا حتى الغوات ديال الشرطه، وكبر الموضوع ومشاو خبروا اعضاء اخرين في الكوميساريه باش يجيبوا الدعم. اللي كانوا جاو طوقوا المكان ومنعوا حتى واحد ما يدخل من تما ولا يقرب حتى يعرفوا اش واقع تما وشنو غادي يوقع من بعد. واللي كانوا عارفين هاد الناس هو ان دوك البوليس اللي جاو في الاول كلهم ماتوا من غير واحد اللي خرج من دوك البرارك وكيغوت به السيريه وكيجري وتالف وما عارف فين يمشي ولا فين يجي. قالوا ليه واش شي واحد هجم عليك، ولكن ملي قربوا منه لقاو عينيه بجوج محيدين من بلاصتهم بواحد الطريقه مفزعه، بحال الا محيدهم شي واحد بيديه، وجهه كامل عامر دم وكيغوت. عيطوا الاسعاف. جاو هزوا فيها، وفي الطريق بدا كيقول شي كلام ما مفهومش وتيغوت. جنون كلوا لي عينيا. واحد شويه خدا واحد الحديده كانت في الاسعاف، حديده عاديه ما عرفوش كيفاش تذبح بها العنق ديالو وقشر راسو بيديه. ملي سمعوا الناس هذا الامر ما بقى حتى واحد قدر يقرب من المنطقه، واي واحد زعما يدخل تما كيسمعوا غير غواتو وما كيبقاوش يشوفوه نهائيا. تجمعوا الناس واتفقوا باللي غادي يشعلوا العافيه في ديك المنطقه باش اللي فيها يخرج ويوضح لهم الامر شويه. وبالفعل شعلوا العافيه في المكان، ولكن ما خرج من تما حتى واحد، وما بقاوش كيسمعوا الصوت ديال الغوات اللي كان تما، وهما عارفين باللي حتى واحد ما خرج من تما من غير البوليسي اللي كانوا محيدين ليه عينيه وانتحر قبل ما يعرفوا منه السر ديال ساحل برارك الموت. زعما شي وحدين وقربوا من المكان وتفاجئوا ما بان ليهم والو، لا جثث ولا اي حاجه، المكان خاوي ومهجور وما فيه حتى واحد. ورجعوا في حالهم خايفين اللي وقع ليهم مجرى الناس اللي كانوا تما، وخا ما عارفينش اش وقع ليهم. من ذاك الوقت تسمات المنطقه باسم ساحل برارك الموت، وكل شي تحول من حداها، بقات معزوله حيت اللي كيدخل ليها ما كيخرجش حي ولا حتى ميت، وما كيبقاوش يشوفوه. وكل شي لا كبير وصغير ولا عارف انه ممنوع دخول لهذه المنطقه. وحنايا هذا هو اول واحد غادي نسمعوا به ساكن في هذه البلاصه، هو اللي عندنا العنوان ديالو وكنا باغي نمشيو نشوفوه. اول ما قريت العنوان كنت بغيت نقول ليه بلا ما نمشيو لعنده، هادشي فيه الموت، نقلبوا على شي حاجه اخرى. انا باغي نعيش، ولكن الفضول ما خلانيش، اثر على التفكير ديالي، وبديت كنقول مع راسي وانا دابا راه بديت وخاصني نكمل. وهذا هو علاش كنت كنقلب من الاول. سولت هيثم واش غادي تمشي معايا هيثم ولا غنمشي بوحدي، قال لي غادي نمشي معاك، ما يمكنش نخليك بوحدك. صافي تاكدنا باللي احنا خاصنا نمشيو لهاد البلاصه وشدينا الطريق، واخا كانت طويله شويه ولكن ما حسيناش بها حيت كنا متحمسين، وفي نفس الوقت كنا مخلوعين، كل واحد فاش كيفكر وكيتخيل المنطقه كيفاش غادي تكون. وصلنا لتما وباقي النهار، كان تما كيبان خاوي وكاينين شي برارك القدام
تيبان منهم الرعب وشي عظام ديال الحيوانات في الارض. حسينا بالخلع، وانا ما عمرني حسيت بهذا الاحساس. عمرني ما حسيت بهذا الاحساس ديال الرعب، حيت انا كنت غير كنقرا القصص المرعبه، وانا دابا كنعيشها واقعيه حدا هاد البرارك اللي ماتوا فيهم مجموعه ديال الناس كالجو في الضباب بحليله غادي تصب الشتا. تخلعت وهيتم ما بقيت كنسمع منه والو، حتى هو بحال مصدوم. تحكمت في راسي وبديت تنسمع شي اصوات غريبه، وتنحس بحال تابعنا شي واحد. تنتلفت بالخلعه وتنبغي نهرب، ولكن ما كنلقى حتى واحد. المهم كملنا الطريق انا وهيتم، وحتى وصلنا بالضبط البراكه ديال الراجل اللي بغيناه. كانت كتخلع غير من الشوفه، دايره بحال العشه، لا باب مقاد لا شراجم، وكتنبعث منا واحد الريحه خايبه بزاف ما عرفتش تاعاش، وكان المكان كله غريب وكيخلع. قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانا ندق الباب. دقيت الباب المره الاولى ما كاين والو، وانا نقول مع راسي يا ربي ما يكون حتى واحد ونرجعوا في حالنا. وانا نعاود ندق المره الثانيه وانا نسمع صوت ديال الخطوات جاي في الناحيه ديال الباب، وتفتح الباب. بانت لينا واحد المراه ماشي كبيره بزاف في العمر، ولكن وجهها كان شارف شويه، فيه تجاعيد وتيخلع. بقات غير كتشوف فينا، وانا نغوز هيتم اللي كان حتى هو مخلوع اكثر مني باش يهضر معاها ويقول شي حاجه، حيت هو اللي كيعرف عليهم اكثر مني. ويهضر معاها: السلام عليكم الحاجه، لاباس عليك؟ واش كاين سي الحاج ابو حمزه؟ هي بقات غير كتشوف فينا، ما قالت حتى كلمه. هو يعاود هيتم قال ليها: صافي الحاج، غير نمشيو. وهي ترجع شويه اللور وحلات الباب مزيان وشيرات لينا بيديها باش ندخلو، ودخلنا وباقي مخلوعين. المهم الداخل كان أسوأ من اللي في الخارج. كانت البراكه كامله مخزه ومعفونه ومظلمه، والجدران موسخين والحشرات في الارض، وكان كيتسمع غير الصوت ديال القطرات ديال الماء اللي كطيح فوقها ودايره الخز في كل بلاصه. كانت البراكه فحال شي قبر. وفعلا الناس ما غلطوش فاش سماو هاد البلاصه برارك الموت. في ديك الساعه بديت كنقرا اي سوره ديال القران طاحت في بالي في ديك الوقيته. واحد شويه ونسمع الصوت ديال هيتم حدايا قال: السلام عليكم يا اهل الدار. خلعني بداك الصوت تاعو، حيت كان مخلوع حتى هو. الا بغيت نقول ليه هذا راه غاب شويه، ونسمع واحد الصوت من الداخل قال: وعليكم السلام. وزاد خلعني هاد الصوت. من كثرت ما كان هاد الصوت غليظ وغارق وكيتعاود مع الجدران ديال البراكه اللي كانت خاويه. درت وراي باش نسول المراه واش هذا هو الحاج ابو حمزه، ولكن ما لقيتهاش حدانا وما عرفناش فين مشات، وحتى الباب منين دخلات ما كاينش بلاصتو، ولاو دايرين بينا غير الحيوط. قفزت من بلاصتي وانا نغوت: هيتم انت فين هو الباب؟ هيتم انت منين دخلنا؟ فين هو الباب؟ فين هي المراه اللي حلت علينا ودخلاتنا؟ هيتم تبدل فيه اللون، بحال الا لسانو ما بقاش كيتكلم حتى كلمه، وفشل وما بقاش قاد يبقى واقف على رجليه. وهذاك اللي ما عرفناش شكون اللي كاين لداخل كان تيسمع فينا ويعاود يقول: تفضلوا دخلوا عندي وانا نفهمكم اش كاين، تفضلوا. انا وهيتم بقينا غير كنشوفوا بعضياتنا، ما عرفناش اش نديرو، حتى بانوا لنا واحد الشراجم. وكانت عندنا نفس الفكره، هي نهربوا منهم. واخا كانوا صغار وما يقدروش يخرجونا، ولكن نحاولوا. واحد شويه تشجعت وانا نقول: والله حتى نكمل، واللي بغى يوقع. وفعلا دخلنا لعنده. انا كنت متوقع اني غادي نلقى شي حاجه من غير الانس، ولكن لقينا واحد الانسان جالس كرسي ديال المعاقين، وكان كبير في العمر
وكاين حدا واحد الكاشة في الارض كامله وسخ وغبره، كان معلق حدا شي اكياس في واحد الحديده بحال السيروم ديال السبيطار، وكان خارج منها تيوات وداخله في عنقه. ملي بقيت كنشوف داك الشيء بدهشه والخلعه والاستغراب، وهو قال لي هادشي هو اللي كيخليني نقدر نحرك غير راسي وعنقي. انا ما بقيتش عارف ما نقول لي، وما قدرتش ندير حتى حركه لانني فاش شفت في وجهه كان كيخلع وما كانش عنده واحد العين، كانت محيده من مكانها وتيبان العظم ديال الجمجمه ديالو، والعين الثانيه كانت بيضة تماما، كان بصير وما كيشوفش. بقيت كنفكر مع راسي اش داير هاد الانسان حتى تلاح هنايا، واش اللي خلاه يبقى هنا اصلا؟ بقيت غير سارح، ولا واحد السكون والهدوء، وما عرفتش شنو غادي نقول في ديك الوقيته. واحد شويه هيثم قطع داك السكون اللي كان وقال ليه الحاج، هذيك المرة اللي حلت علينا الباب فين مشات؟ وهو يهدر راسو وقال ببساطة رجعت من البلاصة منين جات. وهو يقول لي هيثم ما فهمتش من اين بلاصة، وهو يبتسم بألم وبقى كيشوف في الأرض وقال رجعت البلاصة اللي لتحت، البلاصة اللي تحت رجليكم واللي كنا غادي نرجعوا ليها. انا ضارب غير مع الخلعه وبحال لا عاود فكرنا في الموت. قلت واحد الايه تاع القران بصوت منخفض، هو غير سمعها وتعصب والملامح ديال وجهه تبدلات وغوت عليا وقال لا 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 بتعلي صوتك، ما تقراش قران، تبقاش قران هنايا اللي يسمعوا ولا تبقاش قران اللي يسمعوا ولا ويخرجوا باش تخليهمش يسمعوك، باش تخليهمش يسمعوك عافاك. وكأن كلامي ضغط على الاعصاب ديالو، وبقى كيعاود ما تقراش قران هنايا اللي يسمعوك غادي يخرجوا، ما تخليهمش يسمعوك عافاك. انايا تسمرت في بلاصتي بالخلعه ديال الصوت ديالو. هيثم تكلم وسول بصوت مخلوع اكثر مني هاد المره، والباب اللي دخلنا منه علاش ما بقاش كاين؟ الراجل رد عليه وحتى هو مخلوع بحالنا. الباب كان خاصو يغبر حيت القبور ما فيهاش ابواب. وانا نتفزع مره اخرى وهضرت بلا ما نفكر وقلت ليه قبور؟ واش حنا في قبر؟ اش كتخربق نتايا؟ اش كتخربق؟ وملي انا كنغوت بصوت عالي وجهه كيزيد يتبدل وشداتو الخلعه اكثر منا وتيشوف في جنابو بهستيريا، واخا هو ما تيشوفش اصلا، تيتلفت في جنابو بحال الا كيشوف. دار جهته هيثم وقال لي عافاك خلي صاحبك ما يغوتش، انا ما بغيتهمش يرجعوا. وانا نغوت عاوتاني شكون هادو اللي ما بغيتهمش يرجعوا؟ انت علاش كدوي الحاج؟ هاد المره هيثم اللي رد عليا وقال لي دابا غير سكتنا، خلينا نعرف الموضوع واش واقع بالضبط. تاش من موضوع ولا قرينا كحلا، هو كيقول لك حنا في قبر، اذا حنا راه ميتين دابا ومدفونين في التراب. هو يقول لي هيثم غير صبر ونقص من الغوات، احنا غادي نعرفوا شنو كاين. وبقى كيدور في عينيه في القبر اللي حنا فيه. الراجل قال خلوني نشرح لكم، انا غادي نعاود لكم كل شيء. وقبل ما ينطق اي واحد منا بدات يحكي لينا بسرعه. ابو حمزه قال انا كنت خدام في واحد المصنع، واحد النهار كان طرا واحد المشكل وداك المصنع تسد وبقيت بلا خدمه. بقيت غير كندير باني وكنقلب على خدمه، حتى لواحد النهار تلاقيت بواحد المسؤول اللي كان في المصنع اللي كنت خدام فيه، وعاودت لي على الظروف اللي كندوز منها. تاسف لي على داك الحال اللي وليت فيه من بعد ما كنت عايش مزيان وبرزقي. المهم بقينا داوين وقال لي يكون خير، غادي نشوف لك شي خدمه عاون بها راسك. وكل واحد فينا ود على الاخر ومشينا حتى لواحد النهار صون عليا وقال لي باللي كاين شي ناس محتاجين اللي يخدم عندهم ويقابل لهم واحد المخزن ديال السلعه ويكون مسؤول عليه. وقال لي باللي عطاهم الرقم ديالي. ومن بعد ساعات قلال صون التليفون ودوا معايا واحد الشخص اللي كان كيبان كبير شويه في العمر. من خلال النبره ديال الصوت ديالو دوينا حوار بسيط ومختصر، وعطاني العنوان فين غادي نجي عندهم باش نتفقوا ونتفاهموا على الخدمه. صافي مشيت عنده لدارهم، ومن خلال المنزل ديالهم والطوموبيلات اللي اخر ما كاين بان ليا باللي هما ناس اثرياء
خرج عندي واحد الشاب في الثلاثينات من العمر ديالو واستقبلني ودخلني للدار، ولقيت لداخل الراجل اللي دوا معايا اول مره. بركنا ورحبوا بيا صراحه، كانوا الناس متواضعين وعمليين، يعني ما كاينش الهضره بزاف. من تما عرفت الناس علاش كيكونوا اثرياء، بداو تيشكروا فيا وتيقولوا لي بلي عاود ليهم عليا سي حسن المسؤول اللي تلاقيت به، عاود ليهم عليا كلام زوين وعلى الخدمه المتقونه ديالي، وبلي انا اهل للامانه والى اخره، وبزاف ديال الهضره الزوينه. من بعد دخلوا في الموضوع ديال الخدمه، وباللي محتاجين شخص بحالي اللي تيقوا فيه وكذا، وشرحوا لي شنو خاصني ندير وشنو ما خاصنيش ندير، وحتى الراتب ديالي الى اخره. هنا كل شيء مزيان. اللي ما كانش مزيان هو العنوان اللي فيه المخزن ديال السلعه اللي غادي ندي ليه الحموله، وفي الطريق تاعو خاصني ندوز من المنطقه اللي كنظن راكم عرفتوها، ساحل برارك الموت.